لسه خلصانه من شويه قرعه دوري ابطال افريقيا وقرعه الكونفدراليه اللي قلت لكم على قرعه ابطال افريقيا في فيديو لوحده. دي قرعه الكونفدراليه. قرعه الكونفدراليه كان اصعب مجموعه الزمالك ومصر، الاثنين وقعوا في مجموعه واحده. اما المجاميع التانية مجموعه سهله جدا، فرق غريبه موجوده، فاعتقد هتبقى سهله البطوله في الدور الاول. دور المجموعات هتبقى البطوله سهله لفرق معينه اللي هي الفرق الكبيره. اما بعد كده بقى ممكن يخبطوا في بعض، فهنشوف ايه اللي هيحصل. هقول لكم كل مجموعة فيها ايه. هنبتدي طبعا بقى بالمجموعة الرابعة اللي هي فيها مجموعة الزمالك والمصري. وقع الاتنين مع بعض، هيبقوا الزمالك والمصري، ومعاهم كايزر تشيفز الجنوب افريقي، الفريق اللي كان الاهلي لعبوا في نهائي بطولة افريقيا اللي هي العاشرة تقريبا، كان 2023 2024. وزيسكو يونايتد الزامبي، الفريق ده برضه بيلعب كتير في البطولة دي. بس اعتقد ان شاء الله الزمالك ومصر يصعدوا، وكايزر تشيفز هتقاوح شوية معاهم، بس ان شاء الله الصعود يبقى بين الزمالك والمصري. في المجموعه الاولى فيها الاتحاد الجزائري معاه جوليا المالي، واولمبيك اسفي المغربي، وسان بيدرو الكورتوفاري. فان شاء الله الفرق الجزائريه والمغربيه يصعدوا من المجموعه دي. بس اعتقد جوليان المالي ده فريق قوي، فممكن يقاوح معاهم. اما سان بيدرو الجنوب الكورتوفاري ده ما اعتقدش انه فريق، اعتقد انه فريق ضعيف. اما المجموعه التانية فيها طبعا الرياض المغربي المرشح الاول في البطوله مع الزمالك، معاهم ميمبا يونايتد الكونغو الديمقراطيه، وعزام التنزاني، ونيروبي يونايتد كيني. فمجموعة سهلة، هيصعد بسهولة، ممكن ياخد ال 18 نقطة بالعلامة الكاملة، ما يخسرش ولا يتعادل أي ماتش. فريق الوداد المغربي. والفرقة التانية هيبقى حد فيهم هيصعد معاه خير وبركة، لأن أعتقد الوداد هياكل الأبيض أبيض واليابس في المجموعة التانية. أما المجموعة التالتة فيها شباب بلوزداد الجزائري، السيتو بوليش الجنوب أفريقي، الفريق اللي طلع الزمالك من قبل النهائي في البطولة اللي فاتت، وفريق اوتهاو باين الكونغو، وفريق تاني من تنزانيا اسمه بلاك ستار. اعتقد برضو المجموعة دي هتبقى صعود بين شباب بلوزداد والسيتشو بولش الجنوب افريقي اللي طلع الزمالك. برضو مجموعة سهلة لشباب بلوزداد. فان شاء الله الفرق العربية كلها تصعد في دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، وبرضو في دوري ابطال افريقيا. سلام.